السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غنشارك معكم واحد العجينة كتجي خطيرة للتعمار وكتجي رائعة. من بعد ما كنجمعوا المكونات بالمدافي، انا غنخلي لكم مقادير في التعليقات. كناخذوا واحد 2 معالق ديال الزبدة كبار وكندلكوا بهم العجينة ديالنا مزيان. من بعد كنديروها في واحد بلاستيك غذائي وكنخليوها ترتاح واحد ساعة المكانة ولا ساعة الا ربع. من بعد كنحيدوها نحاولوا نفرغوا منها الهواء وكنقطعوها على 6 الكرات او على حساب شحال ما بغيتو. انا بالنسبه ليا قسمتها على 6، غناخذ كل 3 بوحدهم على حقاش البلاصه اللي كنخدم فيها عندي صغيره. كناخذ الكره الاولى وكنصلحها مزيان بهذا الشكل هذا بالطبع، بالفورص والدلاك. كنصلح الكره ديالي مزيان وكنحطها على جنب في شي حاجه وكنحك عليها هكا الزبده بهذه الطريقه، وكنصلح الكره الثانيه بنفس الطريقه وكنحطها عليها وكندير الكره الثالثه نفس الطريقه. ديما بين الكره والكره كتكون الزبده. كنخليوها ترتاح واحد شويه وكنعاودوا ناخذوا الكريسات ديالنا عفوا، كنطلقوها مزيان بالدلاك. انا هنا قسمتها على 2 باش نتحكم فيها. ومن بعد خديت الجراره ديال البيتزا وقسمتها هكا مربعات. قد ما رققناها قد ما مزيان غتجينا موالقه. وهنايا خديت حشوه مالحه، ممكن الحشوه ديروا اي حشوه نتوما بغيتو. فغنخلي لكم مقادير ديال العجينه وديال الحشوات في التعليقات. كنعمرها بهذه الطريقه هذه، كتجي زوينه وكتجي رائعه وما كتحل ما والو، ما تخافوش منها وما كتقطعش نهائيا. فمن بعد خديت النص الثاني كذلك وقسمته مربعات. هذه الحشوه الثانيه اللي درتها بالكفته الفرماج. ودرت العجينه ديالي من بعد ما قطعتها شكلتها هكا مربعات باش غنخدم بهم سيجار بهذا الشكل هذا. راها كتجي زوينه وكتجي عمليه في الخدمه كيف ما كتشوفوا. من بعد خديت مقيس وقطعتهم بهذه الطريقه، وهذا الشكل هذا درتو بريوات كيف ما كتشوفوا معايا. كيف ما قلت لكم راه العجينه كتجي خطيره. هاد العجينه راها سحريه وغتنفعكم في رمضان باذن الله. وهادو هما البريوات ديالنا والبسيطلات ولي سيجار اللي شاركت معكم، كيجيو خطيرين ومقرمشين. انا هاد العجينه كنسميها سحريه. وحتى بيتزات صغار شاركتهم معكم. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بلايكاتكم وتشجيعاتكم وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم كل جديد، وبالصحه والراحه وشهيه طيبه.